المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي معالي نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. رئيس أفورقي يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو. إصابة 111 مواطنا بفيروس كورونا. تدشين 6 مؤسسات تعليمية في إقليم جنوب البحر الأحمر. أمريكا ترسل قاذفتين إلى منطقة الخليج وإيران تواصل مناورتها. بكين تحذر واشنطن من زيارة سفيرتها في الأمم المتحدة لتايوان. وإندونيسيا تفرج عن رجل دين على صلة بتفجيرات بالي. السلام عليكم ورحمة الله. زار البلاد اليوم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو على رأس وفد عالي المستوى، والتقى الرئيس أفورقي. التفاصيل في سياق التقرير الذي عده الزميل صلاح الدين حسين. استقبل فخامة الرئيس سياس أفورقي اليوم 8 يناير بالقصر الحكومي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي قام بزيارة رسمية للبلاد استغرقت يوما واحدا. وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إريتريا والسودان وتنسيق التعاون في المجالات التنموية والدبلوماسية والأمنية بين البلدين والدفع بها قدما، وتبادل الأفكار والرؤى في قضايا منطقة القرن الأفريقي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين لوكالة الأنباء الإريترية إرنا، أكد بأن هدف الزيارة هو تعزيز العلاقات الاستراتيجية الأخوية بين البلدين وتطويرها، والخروج برؤية مشتركة وتنسيق المواقف بين البلدين في مختلف القضايا الدولية والإقليمية. كما تم التأكيد على استمرارية هذه اللقاءات التشاورية بين قيادتي البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. الزيارة كانت لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الاستراتيجية بيننا وبين دولة إريتريا والعلاقات الأخوية. تناولنا قضايا الإقليم والوضع الراهن على الأرض في بلادنا في السودان وإريتريا، واتفقنا على كثير من الأشياء، وإن شاء الله يعني التعاون بيننا وبين دولة إريتريا سيكون مستمرا لخير البلدين ولخير الإقليم بإذن الله. الشعبين السوداني والإريتري شعبين شقيقين، لدينا كثير من القضايا التجارية، لدينا تبادل تجاري وثقافي ما بين الدولتين، ننسق مواقفنا فيما يلي قضايا العالم وبالتأكيد في قضايا المنطقة. وقد كان في استقبال الوفد السوداني عالي المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لدى وصوله مطار أسمر الدولي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبراب. يذكر بأن وفدا إريتريا عالي المستوى ضم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبراب كان قد قام بزيارة رسمية لجمهورية السودان في 5 و6 من الشهر الجاري، حمل فيها رسالة من فخامة الرئيس سياس أفورقي إلى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والتقى خلالها بنائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وبحث معهم تعزيز العلاقة بين البلدين والدفع بالتعاون الإقليمي. وقد تم في هذه اللقاءات الاتفاق على مواصلة التشاور واللقاءات الدورية بين قيادتي البلدين. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 8 يناير في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في أقاليم الأوسط والجنوبي وشمال البحر الأحمر والقاش بركة أظهرت إصابة 111 مواطنا بفيروس كورونا. وظهرت الإصابات على النحو التالي:
69 إصابة في مراكز العزل في إقليم الكاشبركة، منها 40 في أديبرة و11 في تساني و11 في بارنت و2 في أم حجر و2 في علي قدر وواحدة في هيكوتا و35 في مركز العزل في الإقليم الأوسط و6 في مراكز العزل في إقليم شمال البحر الأحمر، منها 3 في أم هميمة و2 في قحتيلاي وواحدة في قندع، وكذلك إصابة واحدة في مندفرة في الإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 63 مواطنا من مرض كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في المستشفيات، 38 منهم في إقليم الكاشبركة و25 في الإقليم الأوسط، بينما توفي 3 مواطنون جراء الوباء، 2 في إقليم الكاشبركة في عمر 60 و65 وواحد في الإقليم الجنوبي في عمر 50 سنة. بهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 1556 إصابة، شفي منها 803 وتوفي 6 مرضى، ويتلقى 747 مصابا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 8 يناير 2020. دشنت في إقليم جنوب البحر الأحمر 6 مؤسسات تعليمية حديثة قامت بتشييدها الجبهة الشرقية للتصدي تلبية لمتطلبات مختلف مناطق الإقليم لتوسيع انتشار الخدمات التعليمية. وأشار المدير التنفيذي لقسم التنمية المعمارية في الإقليم السيد تسفى مريم يوهنس إلى أن المؤسسات المشيدة بتكلفة بلغ 6.2 مليون نقفة تضم 5 رياض للأطفال ومدرسة ابتدائية شيدت في مناطق بيلول وواده وألاله بمديرية وسط دنكالي وكذلك مديرية جنوب دنكالية. وذكر السيد تسفى مريم بأن المناطق المذكورة وخاصة في واده تشهد مشاركة جيدة في رياض الأطفال، ونتيجة لذلك كانت تشهد ضيق في الفصول، وإن بناء تلك المدارس يحل الإشكالية ويخلق الانسيابية في عملية التعليم والتعلم. واردف قائلا إن مساهمة المواطنين العالية في إنجاز المهام وعملية البناء خير دليل على ارتفاع الوعي المجتمعي. أوضحت المعلومات اختتام 10 مدارس من أصل 11 مدرسة خطط لبنائها العام الماضي، وسوف تشيد روضة للأطفال كانت ضمن البرنامج في منطقة تاتوبسيما بمديرية وسط دنكالي هذا العام. وتوضح مستندات فرع التعليم في الإقليم بأن تشييد المدارس المذكورة رفع عدد المؤسسات التعليمية في الإقليم إلى 90 مؤسسة، حيث ارتفعت المدارس في الإقليم من بداية التحرير بنسبة 600%. قدمت وزارة الثروة البحرية دعما ماليا ل11 امرأة من فرو تم تدريبهن لصناعة شبكات صيد الأسماك وتأثر عملهن جراء تعليمات مكافحة وباء فيروس كورونا. وأوضح ممثل الوزارة في المناسبة الشاب توكو كيدانا إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها لتدريب المرأة لتمكينها من الاستفادة من الثروات البحرية وتحسين معيشتها، وتقوم بمساعدة المرأة على شواطئ البحر في إقليمي شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر. من جهتها ثمنت مسؤولة المرأة في مديرية فرو السيدة فاطمة عثمان مساعي وزارة الثروة البحرية وشركائها، مناشدة الجهات المعنية الأخرى لاتباع هذه الخطوات. وأشارت المتدربات المقدم لهن الدعم بأن الدعم الذي قدمته لهن وزارة الثروة البحرية إدراكا لمشاكلهن المعيشية شجعهن كثيرا. يذكر بأن وزارة الثروة البحرية اتخذت خطوات مماثلة في ديسمبر من عام 2020 لدعم 46 من النساء المؤطرات في جمعية بإدارة 02 و 03 في مدينة مصوح. قدم العاملون في مؤسسات الحكومية والجبهة والاتحادات الوطنية في مديرية فرو دعما ماليا لأسر الشهداء. وقال مدير مديرية فرو السيد عثمان عرفة في المناسبة إن الدعم المالي الذي جمعه العمال باقتطاع جزء من مرتباتهم قدم ل3 أسر بمبلغ 5000 نقفة لكل أسرة. وأكد على العمل لدعم أسر أخرى مستقبلا، وضعا في الاعتبار لقدرات العمال، داعيا جميع المواطنين للمشاركة في هذا العمل النبيل. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية.
أكدت مصادر أمريكية إرسال قاذفتين إلى منطقة الخليج ضمن مهمة جديدة لردع طهران، في حين انطلقت المرحلة الثانية لمناورات التعبئة البحرية لقوات الحرس الثوري جنوب إيران. وقالت شبكة فوكس نيوز إن قاذفتين استراتيجيتين من طراز بي 52 توجهتا من قاعدة في داكوتا الشمالية إلى منطقة الخليج ضمن مهمة جديدة لردع إيران. وأوضحت الشبكة أن هذه هي المهمة الرابعة من نوعها خلال شهرين لهذه الطائرات. من جانب آخر، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن المرحلة الثانية لمناورات التعبئة البحرية في المنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري انطلقت في منطقة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر بحضور القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي ورئيس بحرية الحرس علي رضا تنكسيري. وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد التوترات خلال الأيام الماضية بين إيران والولايات المتحدة، وتحذيرات متبادلة من انزلاقها إلى تصعيد أمني خلال الأسابيع القليلة المتبقية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب في السلطة. توعدت الصين بجعل الولايات المتحدة تدفع ثمنا باهظا إذا سافرت سفيرتها لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إلى تايوان في الأيام المقبلة، كما كانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وقال بيان صادر عن البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستدفع باهظا ثمن عملها السيء، مضيفا أن الصين تحض الولايات المتحدة على وقف استفزازاتها المجنونة والتوقف عن وضع صعوبات جديدة أمام العلاقات الصينية الأمريكية والتعاون بين البلدين في الأمم المتحدة. وأشار بيان البعثة الصينية إلى أن بكين تعارض بشدة هذه الزيارة وتطالب واشنطن بالتوقف عن المضي قدما في المسار الخطأ، مشددا على أن الصين واحدة وتايوان ليست سوى مقاطعة منها. وأشارت البعثة إلى أن السفيرة الأمريكية ستجري خلال زيارتها محادثات مع مسؤولين تايوانيين وأعضاء في السلك الدبلوماسي. أفرجت إندونيسيا عن رجل الدين المتشدد أبو بكر باعشير الذي تشتبه السلطات بأنه العقل المدبر لتفجيرات بالي عام 2002. وقالت متحدثة باسم الإدارة العامة للإصلاحيات بوزارة القانون وحقوق الإنسان إن باعشير عاد مع أسرته إلى منزله في وسط جاوا، وأظهرت صور باعشير لدى مغادرته السجن في بوجور جنوب جاكرتا. وسجن باعشير عام 2011 ل15 عاما على خلفية صلاته بمعسكر لتدريب المتشددين في إقليم أتشه، وهي شبكة جهادية على صلة بتنظيم القاعدة. وبعد تخفيف على مراحل لفترة سجنه، قالت وزارة القانون وحقوق الإنسان في إندونيسيا إنه أنهى فترة عقوبته الآن. وعلى الرغم من ارتباط باعشير بتفجيرات بالي التي راح ضحيتها 202 وبهجوم وقع عام 2003 على فندق ماريوت في جاكرتا، لم تتم إدانته في الحادثتين، كما نفى بدوره أي صلة بهما. وكان من بين الضحايا تفجيرات بالي 88 أستراليا. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين يوم الخميس إن على إندونيسيا أن تضمن أن باعشير لن يعمل على إسكاء المزيد من أعمال العنف بعد إطلاق سراحه. أطلقت شركة NEC اليابانية نظام التعرف على الوجه الذي يحدد الأشخاص حتى عندما يرتدون أقنعة ويتكيفوا مع الوضع الطبيعي الجديد، حيث أصبحت أغطية الوجه شكلا رئيسيا من أشكال الحماية ضد انتشار فيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز. وكانت شركة التكنولوجيا تعمل بالفعل على نظام لتلبية احتياجات مرضى الحساسية الذين يرتدون أقنعة عندما دفعها جائحة كوفيد-19 إلى تسريع العمر. ويحدد النظام ما إذا كان الشخص يرتدي قناعا ويصقل الأجزاء التي لم يتم تغطيتها مثل العيون والمناطق المحيطة بها للتحقق من هوية الشخص. ويمكن استخدام النظام عند البوابات الأمنية في مباني المكاتب والمرافق الأخرى. وتقوم الشركة أيضا بتجربة تقنية المدفوعات الآلية في متجر صغير غير مأهول في مقرها الرئيسي في طوكيو. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.